السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا ده ترند على الفيسبوك وعلى على مواقع التواصل الاجتماعي كلها. انا حبيت ان انا اجربه معاكم. لو عندك لحمة مجمدة وهتطلعيها ومستعجلة، في خلال 6 دقايق بس هتفك معاكي وتبقى زي العسل. تعالى اقولك، وجربت معاكم الفيديو ده علشان قلت اشوف هل الفكرة دي حقيقية ولا مش حقيقية، وهتنجح ولا مش تنجح. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجة كده معايا كيس اللحمة زي ما انتم شايفينه، مطلعاه من الفريزر بيخبط، يعني مش سايح حتى ولا اي حاجة ولا فاكك. بعد كده بجيب معايا طبق او اي حاجة يعني بحط فيها مية، وبحط فيها حوالي 4 معالق ملح كده، يعني شوية ملح حلوين، وحوالي 4 معالق خل. وببدأ ان انا اسقط فيها كيس اللحمة بتاعي المجمد اللي انا هطلعه يفك. اهم حاجة اتأكد ان كيس اللحمة بتاعي محكم الغلق كويس، يعني مقفول كويس عشان ما يدخلوش مية من جوه. وكمان علشان خاطر الخل ما يبوظش النكهه بتاعه اللحمه بتاعتي. ببدا ان انا ادوب الملح كويس، وبعد كده هبدا ان انا احط كيس اللحمه في الميه. وبعد ال6 دقايق بالظبط هتشوفوا نتيجه انبهار. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، مش كل حاجه نشوفها نصدقها، ومش كل حاجه نشوفها نقول دي تخاريف. فعلا في حاجات بتبقى بتنفع، وبناخد زي ما قلت لكم قبل كده، بناخد من بعض افكار. زي ما انتوا عارفين طبعا، عشان الميه فيها ملح وخل فبتخلي الكيس يطوف لفوق. فهنملى حاجة تقيلة كده وهنحطها عليها علشان خاطر تثبت، عشان خاطر نتقل عليها، عشان خاطر تغطس لتحت. وبعد ال6 دقايق بالظبط هنفتح عليها مع بعض وهوريكم النتيجة. انبهار بجد. انا واحدة من الناس انبهرت من التجربة دي. زي ما انتوا شايفين انا تقلت عليها بالطبق علشان خاطر الملح هيخلي الكيس بتاعك يطفو لفوق، ومش هيغطس ان هو يبقى غطس في المية من تحت. والمية اللي انا مستخدماها ولا مية سخنة ولا مية ساقعة، يعني مية فترة عادي، ما مية عادية خالص. اهم حاجة ما تكونش مية بتلجة ولا مية سخنة. شايفين بقى الكيس بتاعي بعد 6 دقايق الكيس بتاعي فك معايا. انا لو كنت سبته تحت المية نص ساعة كان برضو هيديلي نفس النتيجة او يمكن اكتر شوية. بس دي فكرة تخليكي لو انتي مستعجلة وعايزة تفكي حاجة بسرعة من التجميد، فكرة جميلة. وأول مرة أشوف فكرة وأجربها ولاقيها إن هي فكرة ناجحة جدا. أنا واحدة من الناس خلاص من دلوقتي طالما عندي وقت زنقة أو اتزنقت في حاجة هعتمد التجربة دي. مش اي حاجة نشوفها بتبقى فاشلة، ولا اي حاجة بنشوفها بتبقى ناجحة. لازم تجربي الحاجة بنفسك وبعد كده تحكمي. انا شفت الفيديو ده ترند على الفيسبوك مكسر الدنيا، بس حبيت ان انا اجربه علشان اشوف الفكرة هتنجح معايا ولا لا. وزي ما انتوا شايفين الفكرة كانت ناجحة جدا والتجربة ناجحة جدا. ممكن ان انت لو مستعجلة وعايزة تعمل عايزة الوقت يعني بسرعة، ان انت تعملي التجربة دي. اهم حاجة ان الكيس يكون محكم الغلق عشان ما يدخلوش الخل جوه ويبوظ لك الاكل بتاعك. هو مش هيبوظ، بس النكهة ما تتغيرش. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، قناة اهل الدار.